وابن نافع عن مالك، هذم كبار علماء المالكية. ابن القاسم معروف، ابن القاسم أبو عبد الله، عاش في القرن ديال النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في القرن ديال الإمام مالك، وانفق أموال باهظة، قيل 1000 مثقال اللي خسر باش يتعلم يقرأ عند الإمام مالك. في مصر تيمشي يقرا ويولي، يمشي يقرا ويولي. شوف هاد 1000 مثقال شحال القدر ديالو؟ ملايين خسر باش يتعلم من عند الإمام مالك رحمه الله. قال في من جمع سوله في من جمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. سول الإمام مالك قال لهم كاين شي ناس، هادشي في عهد الإمام مالك، قالوا له إلا جمعنا المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، قال لا بأس به إذا أخذ من الماء ما يكفيه لهما جميعا. شي باسمك إلا هزيتي الماء، حنا غادي ناخذو هادي، علاش أنا نقول لك هادي وهادي؟ باش ما يبقاش انسان تيعمر فمه ويدير ها ويبقى ها عاوتاني ها عادي يولي النيف ديالو يبقى النيف ديالو. لا، تيجمعهم في خطره واحده. كي تنديرو نص دادي، هادشي اللي بقى لنا، هاد الاستنثار راه مأمورين به. ماشي الانسان يحط هادشي على نيفو ويدير ها، لا، سوسو. ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثة، شي دابا كي درنا جمعنا الفم والنيف في غرفة وحدة. وكما قلنا هاد الاستنثار، هاد الهبطة اللي تنهبطو من النيف، خصنا ماشي ندخلو النيف ديالك لداخل، غير قيس غير هنايا، غير هنا قيس غير هنا وتنهبطو الماء. حنا دابا درنا المضمضه ودرنا الاستنشاق والاستنثار. فين وصلنا؟ الوجه. غادي نغسلوا الوجه ديالنا. اش يقول من سماع ابن القاسم وهذا الشيء راه كما قلنا راه جبناه من الزوائد، من هاد النوادر والزيادات ديال راه كاين. اختار من اهل العلم شنو قالوا من سماعه، قال لا خير في من يجعل الماء بين يديه ثم ينفضه منه ويمسح به وجهه. لا خير في أن يجعل يعني الإنسان الماء بيديه، يهزنا بيديه، ثم ينفضهما منه، تنفضهم من الماء منه، ويمسح به ويمسح وجهه، تمسح الوجه ديالو. كان اللي تيدير هادشي تنشوف في العيالات، تدير الماء حتى تبغي تغسل وجهها وديرها ترخي الماء يهبط ودوزها. قالك لا خير في هذا الشيء، لان حنا عندنا الغسيل ما عندناش المسيح. فين الوجه؟ حد من هنايا ويدور حد هنا، هذا هو الوجه. كي تنديرو غير نغسلو الوجه ثلاثه، خصنا الماء يسيل على الوجه. ها اللي عنده اللحيه بحال انا قد القبطه، واللي عنده طويله بغى ينقص منها اللي تتفوت القبطه. كاين اللي تتفوت تيكون عنده الزغب ديال اللحيه ديالو تيكون طوال له بزاف، الا فات له القبطه بحال هكا بغى ينقص منها شي باس، كان مزيان ما فيها غير الخير ان شاء الله بحول الله. وكاين اللي تتوقف له بحالي انا دابا وقفات ما تتكبر ما والو. علاش قلت هكا؟ لان كاين اللي تيبقى يخلل تيبقى يدير هكا اللحيه ديالو، لا، اللي عنده اللحيه ديالو كتيفه فيها بزاف تيكفي. هل الاولى درنا غسل الوجه، ها تنهبطو تيسيل الماء من هنا وتيهبط بلا ما يخللها. لا عنده قليله بزاف بغا يخللها شي باس مكان. هاد الثاني، الثالث من هنا تنهبطو حتى لهنايا. هاد الثالثه فين وصلنا دابا؟ بقات لنا دابا اليد مع حتى المرافق، تنهزو الماء وتنسيلوه هكا، تنديرو ها وتنديرو ها. شي غرفه وحده راه قدات، راه كاين اللي كيوصل الماء غير حد هنا. ها المرفق هنا، ها المرافق، هذا العظم هذا هنايا كيتوصل الماء غير حد هنا وتيمشي. ها المرفق، ها الاولى درناها. شوف
تتسيل الماء هكا ودير ها وتخلل ها الثانية، ها الثالثة، ها الثالثة. غادي نمشيو لليسرية. كاين اللي تيهز الماء باليسرية ويدير ها ويدير ها كيفاش ما كان. أفضل يهز الإنسان الماء باليمنية، اليمنية هكا ويدير ها ويخلل ها الأولى، ها الثانية، ها الثالثة، ها الثالثة. التخليل كما قلنا راه مأمورين بهذا التخليل ديال اليدين. كملنا من اليدين فين غندوزو؟ مسح الراس. مسح الراس اختلفوا فيه العلماء. الإمام مالك تيقول لك تمسح راسك كله هكا. الشافعي تيقول لك غير بعض الراس، إلا درتي غير هكا واحد هنا ودرتي هكا دايز لك شي بس مكان. الشافعي. أبو حنيفة تيقول لك ربع الراس حد هنا. عندك الثوري والأوزاعي هاد الكبار العلماء والليث وتا قول أحمد تيقول لك تمسح بعض الرأس هدا شوية وتمسح المقدمة ديال الرأس، يعني هاد الجن هكا مع هاد الراس، تشد هاد المقدمة ديال الراس قد الناصية ودير هكا وهكا تكفيك. قال يعني ابن القاسم رحمه الله وهو من علماء المالكية عن مالك في سماعه في من مسح مقدم رأسه قال لا يجزئه. قال اللي مسح غير هنا ودار هكا ما عنده وضوء. حنا غنقربوا المعنى، غادي ناخذوا